مساء الخير، عاملين ايه؟ وحشتوني. انا عارفه ان الفتره اللي فاتت دي انا كنت غايبه عنكم في تصوير الفيديوهات كتير قوي. بس انا كنت مش غايبه بنسبه 100%، يعني انا كنت بنزل لكم الفيديوهات الصغيره اللي هي مدتها دقيقه بكميه كبيره، لان هي دي اصلا اللي كانت بتظهر شغلي الفتره اللي فاتت. فكنت بشارك معاكم هنا على اليوتيوب بقى الجلسات بتاعتي والفيديوهات الصغيرة اللي هي الريلز اللي انا بصورها معاكم. بس الفيديو ده عندي من بدري. الفيديو ده تقريبا عندي من سنة او من سنة ونص تقريبا. كانت نجار صغيرة، كان وقتها نجار عندها 6 شهور اعتقد او 5 شهور، يعني عندي بقاله سنة ونص متهيألي، وموجود عندي في الداتا من بدري، وما كانش لسه آن الأوان ان انا اعمل له المونتاج ولا ان انا انزله لكم واشيره لكم. بس هو دلوقتي آن الأوان يعني. بما اني كنت قاعدة اذاكر كده، كانت محاضرة حضرتها في المؤتمر عن التغذية وعلاقة التغذية بشحوب الوجه وعلاقتها بالأنيميا وعلاقتها بالأمراض اللي هي موجودة عندنا. احنا طبعا الأنيميا عندنا في مصر بتحتل المركز الثالث في الأنيميا على مستوى العالم، لأن التغذية في مصر مش صح، مش كلها سليمة. على الرغم ان المصريين ناس أكيلة وناس بيعرفوا يطبخوا وناس بيفهموا في الطبخ في الزراعة وفي الأكل، ولكن في نسبة أنيميا عالية وقوية. فكنت بذاكر المحاضرة دي، و أنا من النوع اللي بيذاكر بالكتابة مش بالقراءة خالص. مهما أقرأ ما يثبتش في مخي أي حاجة، يعني لازم أذاكر وأقعد وأخصص وقت للموضوع يعني. فلما قلت أخلص كده قلت أنا عايزة أشوف حاجة من الحاجات القديمة اللي أنا كنت بعملها بقلبي، اللي هو إيه، أنا كنت بصنع المنتجات في لوكيشن خاص بيا كده في البلكونة في الشمس، وفي تصوير معين وفي إضاءة معينة وبالماتيريال بتاعتي. الزيوت بتاعتي عشقي، اللي هي عصرة أولى. مستحيل حد يكون عنده زيوت زي دي وبالنقاء اللي أنا بستخدمه ده. الفيديو ده على فكرة زيرو إيديت، ما فيهوش أي إيديت نهائي للإضاءة. دي إضاءة الشمس العادية. الزيت تقريبا هو بينور في الفيديو، يعني هو عصرة أولى. ما ينفعش أشتغل بعصرة غير الأولى عشان النسب اللي أنا بحطها للزيت تكون سليمة وتكون صح. ما ينفعش استخدم غير العصرة الأولى. ده بقى سكراب جوز الهند انا كنت بعمله وقتها، وكانت معايا شهد بنت عمتي كانت بتصنع معايا. هي كانت بتيجي تساعدني يوم في الاسبوع. كنت يعني بحضر كل الوصفات اللي انا ناقصه عندي وعايزه اعملها، فكنا نعملها مع بعض في اليوم ده، وبقية الاسبوع اشتغل انا بقى لوحدي على تصويرها وان انا اظهرها صح وتغليفها واحط لها لوكيشن تاني يتصور فيه ومش عارف ايه وايه وايه وايه، دوامة كده عندي خاصة بالشغل يعني. فده سكراب جوز الهند اللي انا كنت بعمله، معمول بزيوت طبيعية خام. الزيت الاساسي فيها جوز الهند، ولكن عشان احنا كنا في الشتاء وقتها، فجوز الهند مش بعتمد عليه في الشتاء بنسبة 100%، لان هو اصلي فبيتصلب من درجة الحرارة المنخفضة. فطبعا بنستعين بزيوت تانية، ولكن الوصفة اصلا كده كده هي قدامي بتتكلم هي محتاجة ايه. مش بمشي بالمقادير دايما اللي بعملها، ولو ان المقادير مهمة، بس اوقات الوصفة بتكلمني يعني ناقصني شوية كذا، لا شوية كذا زاد منك، المنتج الفلاني المكون الفلاني قل هنا شوية، فالقوام محتاج يتظبط هنا. فبنبقى احنا شايفين المنتج الطبيعي محتاج ايه وبنعمله، وطبعا بيبقى ده محتاج تركيز جدا جدا منك وانتي بتشتغلي يعني. اليوم ده انا كنت مبسوطه جدا بالسكراب، مع اني انا ما كنتش عايزاه يطلع باللون ده يومها. انا فاكره كويس جدا اليوم ده بكل تفاصيله، حتى لو انا بعمل المونتاج ده بعد سنه ونص، بس انا فاكره كل حاجه يومها. انا كنت مبسوطه جدا بيه، بالقوام بتاعه كان تحفه، العطر بتاعه كان رائع، التقشير والترطيب والتنظيف بتاعه كانوا رائعين. خصوصا ان انا حاطه كمان من محتويات السكراب صابون طبيعي بلدي، كنت عاملاه قبلها وكنت مقطعاه لقطع صغيره. ف العلب دي اللي انا استخدمتها في تغليف السكراب
برضو ما كانتش عجباني. دي من الحاجات اللي كانت مضايقاني وقتها، ان انا كنت موقفه شغل في طول مده الحمل في نيجار. فكانت العلب عندي كانت اللي بتخلص واللي بتنقص، ما كنتش ببعت اجيب تاني، فبيبقى في نقص في العلب. فالعلبه دي كانت اشيك علبه موجوده عندي وقتها، ولكن هي كانتش عجباني. بس قلت تكتفي بالغرض وحلوه وتحافظ على المنتج، وان هي المهم ان هي متعقمه ومتظبطه وتمام. لان في ناس يعني بتبقى عايزه المنتج اعمله لها وايه، ومش بتصبر عليه ان انا اعمله زي ما بيكون في دماغي يعني. السكراب كان جميل، وكان عطره جميل جدا، وكان هو في منتهى الجمال. تنظيفه جميل جدا. المنتج الطبيعي عامه بيبقى حاجه كده ممتازه، لان هو بيبقى الديزاين بتاعه والعطر بتاعه والقوام بتاعه من تصنيع شخص واحد او من تفكير شخص واحد اللي هو اللي عامل الوصفه. فانتي بتاخدي منتج طالع من دماغه وايده ليكي انتي على طول يعني، ولا عدى على تاجر جمله ولا تاجر تجزئه ولا اتخزن في مخازن ولا اي حاجه. ده منه ليكي على طول. فيا رب الفيديو يكون عجبكم، وعايزاكم تعملوا لي لايك للفيديو لو عجبكم. هو هيعجبكم ان شاء الله. اعملي لي لايك، اتفرجي على الفيديو، واكتبي لي كومنت برايك في الوصفه. لو انتي عايزه تجربي الوصفه وتيجي تشوفيها على الطبيعه، تعالي المكان بتاعي. انا من السويس، اسمي تومي، والكلينيك بتاعتي في شارع بوسطة السويس اللي هو في النمسا. احنا قدام زوبة على طول، مكتبة 1. هستناكوا بجد. لو ليا متابعين من السويس، وانا عارفه ان اغلب المتابعين ليا من السويس، فتعالي واتفرجي على الوصفه، واتفرجي على باقي القطع بتاعتي اللي انا عاملاها، لان عامله كوليكشن سكرابات كويس جدا، وكمان قطع صابون طبيعي ممتازه قوي قوي قوي. هتعجبكم كلكم ان شاء الله. وفي منها حاجات هتجربوها بنفسكم يعني، هتجربوها وتشوفوا الافكت بتاعها عليكم، وانا متاكده ان انتوا هتقعوا في غرامها اول ما تجربوها يعني. اسيبكم انا بقى واروح اغسل المواعين. انا كده تمام جدا، عشان ورانا جيم الصبح، ورانا حضانه، ورايا انا كمان هروح احفظ قرآن الصبح برضو قبل الجيم. فورايا لفه كده الصبح، فلازم يكون المطبخ مفيهوش مواعين عشان اقدر اجي اطبخ. عشان لو انا جيت من المشاوير دي كلها ولقيت ان في مواعين، انا هكسل اطبخ بصراحه، ودي حاجه مش هتبقى حلوه في بدايه اليوم يعني. عشان انا تاني هنزل تاني بالليل، عليا شغل بالليل يعني، عندي جلسات بالليل تاني. اشوفكم على خير ان شاء الله، وهحاول اظبط الفيديوهات وهنزلها لكم باستمرار. انتوا برضو تابعوا القناه وتابعوا الشورتس اللي بتنزل، اللي هي الفيديوهات الصغيره، هتعجبكم قوي قوي. اشوفكم على خير في فيديو جديد المره الجايه، وباي باي.